بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه أبو هريرة، وده من صحيح مسلم. بس الحديث ده متميز عن جميع الأحاديث التانية في إنه هو إحنا المفروض نعمل حسنات، يعني نعمل حاجات كويسة عشان ربنا يدينا حسنات عشان يوم القيامة يعني ربنا يغفر لنا وندخل الجنة. بس هنا بقى عمل هو واحد بس هيخليك تضمن ان ربنا يسترك يوم القيامة، مفيش غيره. مفيش غيره. يعني انت لقيت واحد او مثلا شفت قصة مثيرة جدا على واحد وممكن تفضحه، بس انت والناس كلها هتعمل كده وانت قررت بينك وبين نفسك وافتكرت الحديث ده وقلت: لا، لا، انا مش هفضح الشخص ده، مش هكون انا اللي عن طريقه يتم هذا الشخص يتفضح. الملائكة جاهزة هتكتب على طول، وإن شاء الله بإذن الله ربنا وعد، والوعد ده هينفذه طبعا. ولما ربنا يستر حد يوم القيامة، مفيش فضيحة بعدها، ربنا مش بيرجع في كلامه. فتخيل انت بقى واحد ربنا ستره، ده معنى كده ان الحساب بتاعه خلاص، يعني خلاص كل حاجة متغطية اهي. ربنا يسترنا جميعا.